من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. ورشة عمل حول استكشاف وتوثيق المباني الأثرية في مصوع. منتدى بحثي مدى استعمال الأيودين في الأغذية. الإقليم الأوسط يدرب أعضائه في إدارة النفايات. اتفاق سلام الكونغو ورواندا بواشنطن وترامب يصفه بالتاريخي. بوتين ومودي يناقشان التجارة والسلام في قمة نيودلهي. مناورات بحرية للحرس الثوري الإيراني. إلى التفاصيل. نظمت مفوضية الثقافة والرياضة بالتعاون مع قسم الثقافة والرياضة بإقليم شمال البحر الأحمر ندوة حول مسح وتوثيق للمباني الأثرية الواقعة في مدينة مصوع خلال الفترة من 20 من نوفمبر وحتى 3 من ديسمبر الجاري. وتضمنت الورشة التي حاضر فيها حاكم الإقليم السيدة أسمرة أبرهة ومسؤولون في الإقليم تقديم 9 أوراق بحثية ركزت على الخلفية العامة ومفهوم العمارة البشرية وإدارة التراث الثقافي ووضع الزلازل في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر ومواضيع ذات صلة. وأوضح المهندس المعماري تسفاي براخي القادم من الولايات المتحدة الأمريكية لوكالة الأنباء الإريترية رنا أن الورشة المصحوبة بالتكنولوجيا المتقدمة والخبراء من مختلف التخصصات كانت استمرارا للورش التي تنظم في التقدم والتعريف عن توثيق المباني الأثرية والتي بدورها تساعد في توثيق وفهم المباني بعمق. وذكر المهندس بريهو تخلاب من مكتب تراث العاصمة أسمرة أنهم تمكنوا من استكشاف واستخدام الوثائق الغنية المحفوظة في إدارة مدينة مصوع منذ العام 1938. وأضافت مسؤولة وحدة المحافظة على الآثار والمناطق التاريخية السيدة تعجستي بإيدو إلى أنه منذ العام 2015 يتم تنفيذ أعمال ترميم وتوثيق لها نظرا لأهميتها التاريخية، مذكرة أن الأبحاث التي تجرى الآن باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ساهمت بشكل كبير في أساليب العمل التي يتبعونها. وأشار الشاب يوتام غزائي أحد أعضاء متحف إقليم شمال البحر الأحمر إلى أن مدينة مصوع تحولت إلى مدينة ذو أهمية إقليمية ودولية منذ استيطانها قبل 1300 عام، وأن مباني المدينة القديمة تأثرت كثيرا مع مرور الزمن إلى أنه يتم العمل على وضع نظام تقني الذي سيساهم بدوره في ترميم المدينة بشكل عميق وعلمي. نظمت وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة منتدى لبحث وتقييم مدى استعمال الأيودين في الأغذية ووضع خطة عمل للجنة الإقليمية ضمن الجهود التي تبذل لتجنب الأمراض التي سببها نقص الأيودين في الجسم في 5 من ديسمبر في العاصمة أسمرة. وشدد مدير عام قسم التنمية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة السيد تادسول يوهانس في كلمته على ضرورة تضافر الجهود التي تبذل حسب الخطط الموضوعة لتنفيذها في كافة الأقاليم بالتركيز على رفع وعي المجتمع حيال الأمر الذي يؤثر على صحة الإنسان بشكل كبير. وقدمت مسؤولة وحدة التغذية في وزارة الصحة الممرضة أملست حقوس بدورها شرحا مفصلا على الإيجابيات والتحديات التي رافقت العمل في الفترة الماضية. وأوضح خبير التغذية في مكتب منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة اليونيسيف السيدة أبراهام أمها الآثار الجانبية للافتقار إلى مادة الأيودين في الجسم وجهود التي تبذلها لمحاربتها، مذكرا بتعهد قادة الدول لمحاربة الافتقار للأيودين في القمة الدولية التي عقدت في العام 1990. وذكر رئيس لجنة العمل الوطنية السيد برهاني كيداني في الختام الأعضاء الخبراء والشركاء بالعمل بجد لتعزيز الجهود المنشودة على مستوى البلاد ضمن الخطة العمل لحكومة إريتريا لتجنب آثار الافتقار لمادة الأيودين. قامت إدارة الإقليم الأوسط في 4 من ديسمبر بتخريج أكثر من 900 عامل نظافة تم تدريبهم على إدارة النفايات الصلبة والسائلة في 9 نوبات بالتعاون مع وزارة الصحة.
وتضمن تدريب محاضرات عن النفايات المنزلية والصناعية والطبية والمواد الكيميائية وتلوثها في المياه والتربة والهواء ونظافة الأغذية وفصل النفايات والنظافة الشخصية والوقاية من الحشرات ونظافة المؤسسات والمرافق. وحث المدير العام قسم الإدارة والمالية سيد تكي قالتا جميع الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية على المساهمة في مهام ضمان الحفاظ على نظافة البيئة والمدينة. وذكر مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية سيد برخت الدسير أن تدريب يهدف إلى تعريف قدرة ومعرفة عمال الصرف الصحي في إدارة النفايات وإنشاء طرق مناسبة لجمعها والتخلص منها وضمان بيئة نظيفة ومرتبة. وأشار ممثل المتدربين إلى أن التدريب من شأنه أن يحسن عملية إدارة النفايات بشكل علمي. وذكر المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية العقيد جبر يوهانس والقرقيش بدوره أن النظافة لها أولوية قصوى لأنها مرتبطة بحياة وصحة المجتمع بشكل مباشر. أفاد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الإقليم الجنوبي في الاجتماعات التقييمية السنوية التي عقدها يومي 3 و4 من ديسمبر الجاري بمن ضفر البرامج التي خطط لها بالتعاون مع الشركاء والتي ركزت على رفع وعي وتمكين المرأة وتشير إلى نتائج إيجابية. وشارك في التقييم مسؤولات مكاتب الاتحاد في كافة المديريات 12 ومكاتب الاتحاد في إدارة الإقليم. وأوضحت مسؤولة الفرع سيدة سنايت أفورقي في كلمتها أن البرامج التوعوية اشتملت على التوعية السياسية والصحية واقتصادية إلى جانب الرعاية الاجتماعية، كما بلغ عدد الأعضاء التي تم تنظيمهن خلال العام الجاري حوالي 5000 عضوة. وأشارت السيدة سنايت بالإنجاز المتكامل الذي حقق حيث ارتفعت معدلات المشاركة السياسية الشعبية في السلطة على مستوى الإقليم إلى 300% عن السابق، إلى جانب المشاركة والتنافسية التعليمية للطالبات التي ارتفع مستمرا نتيجة الأعمال الفاعلة التي يشهدها الواقع التنظيمي للاتحاد في الإقليم. وقدمت المسؤولات المشاركات الآراء والاقتراحات التي ستساهم في تحسين فعالية الأنشطة التنظيمية بعد مناقشة التقارير التي قدمت في الاجتماعات. كما تم التوضيح في الاجتماع التقييمي لأن أكثر من 1.5 مليون امرأة شاركنا في برامج الحفاظ على المياه والتربة وصيانة الطرق الترابية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي استفاد منها عدد كبير من الإناث في مديريات ميمنة، دبار، وسنعفيس، أورونا، مندفارة، دكم حري خلال الأشهر الماضية من العام الجاري. نظم فرع التعليم بالإقليم الأوسط دورة تدريبية في الموسيقى والرقص والدراما للمعلمين العاملين كمشرفين للأنشطة الثقافية في المدارس. وشمل التدريب الذي قدم لنحو 300 معلم ومشرف ومسؤول تعليمي في المديريات من الأول وحتى 4 من ديسمبر الجاري المفاهيم الموسيقية الأساسية وطرق استخدام الآلات الموسيقية التقليدية والحديثة ورقصات قومية إريتريا 9 وتأليف وتمثيل الدراما المسرحية. وقال مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة بفرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ ستيفانوس قبر هوريات أن وزارة التعليم تعمل بشكل جدي على الأنشطة الثقافية التي تقدم للطلاب إلى جانب دراستهم الأكاديمية. وحث مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلايهاب تقابر بدوره المتدربين على تعميق دراساتهم الأساسية في الفنون والثقافات الوطنية من خلال جهودهم المستمرة في الإشراف على المواد الثقافية والفنية التي تقدم في المدارس التي يعملون فيها. هذا ويذكر أنه قدم في العام الدراسي الماضي تدريب مماثل لنحو 300 معلم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا أمس الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن اتفاق سلام برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف إلى إنهاء سنوات من التوتر والصراع في شرق الكونغو، ويفتح الباب أمام تعاون أمني واقتصادي بين البلدين خاصة في مجال المعادن الاستراتيجية. ويشمل الاتفاق التزامات أمنية متبادلة من بينها تعهد الكونغو بتفكيك جماعات المتمردين الرواندية مقابل التزام رواندا بوقف دعمها لحركة M23 وسحب قواتها من المناطق الحدودية، إضافة إلى إنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني.
ورحب الاتحاد الافريقي بالاتفاق واعتبره خطوة تاريخية نحو الاستقرار، مؤكدا ان النجاح يتوقف على التنفيذ الفعلي لبنوده. بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات قمة في نيودلهي. الهند احتفت بالزعيم الروسي وأبلغه مودي أن بلاده تدعم جهود السلام في أوكرانيا. ويجري بوتين بأول زيارة إلى الهند منذ 4 سنوات بهدف تعزيز التجارة مع أكبر مشتر للأسلحة الروسية والنفط المنقول بحرا، في الوقت الذي تضغط فيه العقوبات الغربية على علاقتهما القائمة منذ عقود. وتأتي هذه الزيارة في وقت تجري فيه نيودلهي محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على بضائعها بسبب مشترياتها من النفط الروسي. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان موضوعات تشمل العمالة والطاقة النووية المدنية. ومن المتوقع أيضا أن يعلن الجانبان مجموعة من الاتفاقيات في نهاية المحادثات الرسمية. أعلنت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني عن إجراء مناورات في مياه الخليج العربي تشمل مناطق الخليج وجزر النازعات ومضيق هرمز وبحر عمان، على ما أفادت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري. وكان قائد القوات البرية في الحرس العميد محمد كرمي قام بزيارة ميدانية إلى الوحدات المشاركة في مناورات سهند 2025 المضادة للإرهاب في محافظة أذربيجان الشرقية. وقال العميد ولي معدني معاون العمليات في القوات البرية خلال مؤتمر صحفي أن هذه المناورة تقام خلال حرب الأيام 12، وذلك تحظى بأهمية كبيرة، وهي أول مناورة ميدانية تجرى على الأراضي الإيرانية. وتشارك في هذه المناورة الدول بيلاروسيا وإيران والهند والصين وباكستان وكازاخستان وكيرغستان وروسيا وطاجكستان وأوزبكستان، بينما تشارك السعودية وأذربيجان والعراق بصفة ضيوف. وقع المغرب مع إسبانيا 14 اتفاقية تعاون تشمل عدد من المجالات، من بينها السياسات الخارجية والاقتصادية والنقل والزراعة. وجاء التوقيع خلال أعمال الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين التي انعقدت في مدريد، وترأسها رئيس الوزراء المغربي عزيز خنوشي ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز بحسب وكالة الأنباء المغربية. وتغطي الاتفاقيات مجالات متعددة، بينها السياسات الخارجية والاقتصاد والعدل والنقل والفلاحة والصيد البحري والتعليم والبحث العلمي والرياضة والهجرة ورصد الزلازل. ومن بين الاتفاقيات 14 حسب المصدر ذاته وقع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإسباني خوسيه مانويل البريز 3 مذكرات تفاهم. عناوين النشرة مرة أخرى: ورشة عمل حول استكشاف وتوثيق المباني الأثرية في مصوع. منتدى بحثي معنى مدى استعمال الأيودين في الأغذية. الإقليم الأوسط ينظم دورة في إدارة النفايات. اتفاق سلام الكونغو رواندا بواشنطن وترامب يصفه بالتاريخي. بوتين ومودي يناقشان التجارة والسلام في قمة نيودلهي. مناورات بحرية للحرس الثوري الإيراني. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.